موضوع القوات التركية بأراضينا؟ يوميا نقول شقينا الدف وبطلنا الغنى، شو نرجع نغني؟ هسه نحن كمواطنين كلنا خايفين على أراضينا ورافضين وجود القوات التركية من البداية. بس سياسيا شنو الموضوع؟ موضوع السياسة ذكرني بقصة شباب عزاب ما عندهم أحد يطبخ لهم، فواحد بيهم تكفل يطبخ لهم شوربة عدس، فقام طبخ شوربة العدس، فإجا واحد شافها فاهية خلالها ملح، وجا الثاني شافها مالحة خلالها مي، وظلوا على هذا الحال، واحد يخلي مي واحد يخلي ملح، إلى أن وصل الوضع إنه الشوربة عبارة عن مي وملح، وقلنا نحن صارت شوربة. خلينا نشوف شوربتنا ويا تركيا وين وصلت. القوات العراقية هي القوات الوحيدة المقاتلة، وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية تجاوز على السيادة العراقية، وأنا أستغرب من إصرار القادة الأتراك على تواجد قواتهم على الأرض العراقية، هذا غير مقبول. أنا أقول بصراحة وقلنا بصراحة صار منذ دخلت القوات التركية نحن غير موافقين. جراد شوية اسمع. صراخك في العراق لا يهمنا، نحن نفعل ما هو صحيح بالنسبة لنا. من هذا؟ إنه رئيس وزراء العراق. يا هذا قبل كل شيء يعرف حدودك. في فترة رئاسة السيد أحمد داود أغلو جاءوا وطلبوا منا حماية معسكر بعشيقة، والآن يقولون لنا انسحبوا من بعشيقة. القوات المسلحة التركية لم ينحدر مستواها لدرجة أن تتلقى أوامر منكم. ما معقول يا راد، لا ملح. أنا أخشى من مشروع لقيادة تركية لهدف معين، هدف داخلي تركي، وإشغال الجيش التركي في معارك خارج الحدود، وهذا أتصور غير مقبول للعلاقات الجارة بين تركيا وبين العراق، غير مقبول. الإصرار التركي مو بس تحقيق مكاسب سياسية وأبعاد استراتيجية، لا أكو أبعاد سياحية بالموضوع، بس هالمرة مو معقولة تدورون ونسى براسنا. لا تتصور القيادة التركية أنها في نزهة في العراق، بالعراق ما عندنا نزهة، الآن نقاتل داعش. نعم عندما نحرر سندعوهم إلى التنزه في العراق كضيوف، بس الآن لا مكان لتواجد قوات تركية على الأرض العراقية لأننا مشغولون بمقاتلة داعش. رئيس تركيا قال لعبادي أنت مو بمستواي، خلينا نشوف شنو مستواه. مو بس بالسياسة رئيس تركيا عنده كبوات، حياته هم. The steed suddenly bolts, trampling his handler and throwing Erdogan unceremoniously to the dirt. Too many flashbulbs spooked the Bronx into bucking mode, causing a kick to the politician's constituents. التصعيد ويا تركيا مو جديد علينا، من أيام إمبراطورية السلوقية والحد
سلوكية هسه. والتهديد بالحرب عندنا طبيعي جدا، مرات نشارك بالحرب، مرات نضيف حرب، بس بكل الأحوال نحن مدفوعين. نحن شعب يموت على الحروب. عندنا الأب يتونس من يحط أطفاله ويخليهم يتعاركون قدامه، يدربهم حتى يتعاركون بالشوارع وبعدين الموضوع يصير طبيعي عندنا، يكبر ويانا لحد ما نصير سياسيين ونشبع حرب التصريحات اللي كل ساعة توتر الشارع. لو المشكلة قامت حرب واحدة ما تكفينا، نريد ندخل بأكثر من حرب وبوقت واحد. عندنا حرب ويا داعش، وأكو من يدفع بحرب مع تركيا، وما نعرف إذا كان هم الوطن لو مصلحته. بس بكل الأحوال شبابنا هم الضحية. بس رغم كل هذا الدفع كان جواب رئيس الوزراء واقعي وبعيد عن التهريج والفقاعات اللي نسمعها. والله أعلق وصفك، والله أعلق وصفك، شوف والله أعلق وصفك. فقدنا أرواح هواية ودماء هواية حتى نرجع أراضينا لأهلها، وما بقى لنا غير بس الموصل. أكيد وطننا أهم إنه نعلن ولائنا لهاي الدولة أو ذيك. خلوا صور الشباب اللي راحت بين عيونكم ورفعوا مصلحة البلد بدل الأعلام اللي تتعاركون عليها. ناس تقول هذا العلم يمثلني وناس ذاك العلم يمثلها، وما ندري يا عراق راح يبقى لك علم يمثلك لو لا. يا جبل الغيم الأزرق